الامتحانات قربت، أسيب الشغل ولا أضيع السنة؟ طب أنا ليا حق ولا لأ؟ آلاف الشباب بيشتغلوا وفي نفس الوقت بيكملوا تعليمهم، وفي وسط دوامة الشغل والحياة في سؤال بيطاردهم كل يوم: أضحي بتعليمي عشان شغلي ولا أخسر شغلي عشان امتحاناتي؟ الاختيار مش لازم يكون صعب، لأن القانون جنبك وبيحمي حقك في الحلم وفي لقمة العيش كمان. فلو أنت عامل ولسه بتكمل تعليمك، يبقى لازم تعرف إن القانون معاك وبيدي لك حقك بالكامل. المادة 136 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 قالتها صريحة: لك الحق في تحديد موعد أجازتك السنوية لو كنت داخل تمتحن في أي مرحلة تعليمية، بس بشرط تبلغ صاحب الشغل قبلها ب 15 يوم على الأقل. ومشكلة بس، لو الامتحانات قربت وعاوز أجازة دراسية، القانون كمان بيدي لك أجازة مدفوعة الأجر عن أيام الامتحانات الفعلية. يعني الأجازة مش من رصيدك، بس خلي بالك لازم تبلغ صاحب العمل قبلها ب10 أيام وتقدم ما يثبت إنك بالفعل داخل تمتحن، يعني مش حجة وخلاص. كمان المادة 127 بتقول: لو صاحب العمل اكتشف إنك كنت شغال عند حد أثناء الأجازة، يقدر يحرمك من الأجر أو ياخده منك تاني، كمان ممكن يعاقبك تأديبيا. المهم حقك في الأجازة وقت الامتحان محفوظ بالقانون، اعرفه واستخدمه واحترم الشروط علشان تضمن تعليمك وشغلك في نفس الوقت. اعرف حقك وخليك دايما في الأمان، ولو مهتم بالقانون تابعني.